بيبدأ فيلمنا في مكان الناس متجمعة فيه عشان بيحتفلوا بالكريسماس، ما عدا جرينش بيكره الكريسماس ومش بيرضى يحتفل بيه مع الناس. وأول ما بيصحى من النوم بينده على الكلب بتاعه علشان يعمله القهوة بتاعته، واللي لما بيجهزها بيرسمله عليها وش حزين زيه. وبعدها بيكتشف ان مفيش اكل في البيت، فبيتعصب جدا لان هو كده مضطر ان ينزل المدينة علشان يجيب اكل. وفي الوقت ده المدينة بتكون زحمة طبعا بسبب الكريسماس، وهو في الطريق بيكون ماشي متضايق جدا. ولما طفل صغير بيناديه علشان يساعده بيبوظله رجل التلج بتاعه. ولما بيشوف مجموعة من الناس بيغنوا الأغاني بيجري بسرعة وبيستخبى. أول ما بيوصل السوبر ماركت بيلم أكل كتير، وهناك في واحدة بتطلب منه المساعدة بس هو بيرفض يساعدها وبيسيبها ويمشي. وبعدها بنشوف واحدة بتتكلم في التليفون وبتحط لأولادها الصغيرين الأكل اللي مش بيرضوا ياكلوه في الآخر وبيوقعوه. وبعدها بتظهر بنتها الصغيرة وبتقول لمامتها إنها لازم تودي رسالة حالا لساعي البريد. هي في السكة بتخبط في جرينش وبيقع منها الجواب، ولما بتسأله البنت على الجواب لو شافه هنا ولا هنا فبيتريق عليها وبيقول لها اسألي سانتا كلوز عليه، وبيسيبها ويمشي. وبعدها وهو ماشي كمان في السكة بيشوف واحد بيعلق الزينة فبيقرر ان هو يضايقه، بس الراجل القزم بيعامله بطريقة لطيفة جدا وبيقوله ان العمدة طلب منه انه يزين المدينة ويخليها جميلة. بس وقتها جرينش بيسيبه ويمشي لان هو مش بيحب يسمع اي حاجة عن الكريسماس. ولما بيروح بيبص على المدينة من فوق وهو حزين وبيسأل نفسه هو حزين ليه، علشان المدينة كلها بتحتفل بالكريسماس وهو لأ، ولا عشان معرفش يحقق ولا أمنية من أمنياته في الطفولة، لكنه متأكد ان هو بيحب يفضل لوحده ويبعد عن الخناقات بتاعة المدينة. بعدها بنشوف البنت الصغيرة وهي مروحة البيت وبتقع من على السلم، واللي بيكون اسمها ساندي. مامتها بتتخض عليها علشان وقعت بس هي بتطمنها انها كويسة. وساندي بتقول لمامتها انها خلاص قررت انها هتسافر للقطب الشمالي علشان تقابل سانتا كلوز. فمامتها بتقول لها بالتوفيق بس خدي بالك السفر محتاج على الاقل شهر. فساندي بتقول لها انها عبال ما توصل هيكون الكريسماس خلص، فبتلغي الفكرة خالص وبتقعد في البيت وبتلعب مع مامتها. وبنروح لجرينتش اللي بيبقى قاعد في البيت بيفكر يعمل ايه. بيقول للكلب بتاعه ان هو هيعزف على البيانو والكلب يخبط على الاجراس. ولما الكلب بيغير في النغمة جرينتش بيتعصب جدا عليه، الكلب بيسيبه وهو زعلان، فجرينتش على طول بيروح وراه ويصالحه وبيقرروا يلعبوا مع بعض شطرنج. وبعدها بيسمع صوت بره البيت، لما بيطلع يشوف في ايه بيلاقي شجرة كبيرة شايلة بالونات الكريسماس، فبيضايق جدا من المنظر وبيقرر يدمرها. وبعدها بنشوف ساندي ومامتها وهما بيحتفلوا بالكريسماس في الساحة، يستقبلوا الشجرة الضخمة مع باقي أهل المدينة وجرينتش بيراقبهم من بعيد. وبعدها بنشوف ساندي وهي رايحة لصديقها اللي بيبيع كرات تلج، وبتقول لصديقها ان هو يساعدها علشان تطلع على اعلى الشجرة لانها عايزة تتكلم مع سانتا كلوز عن مامتها اللي بتشتغل ليل نهار علشانها وعلشان خاطر اخواتها، ان كده في ظلم لوالدتها وان هو لازم يشوف لها حل. وساعتها جرينتش بيجهز للخطة بتاعته انه عايز يرمي كرات تلج كبيرة على الشجرة علشان يدمرها، بس للأسف بيقع هو عليها بدل التلج. وفي وقتها الشجرة كلها بتنور وكل أهل المدينة بينبهروا بيها ما عدا جرينتش، وهو ماشي في وسطيهم بيفتكر وهو صغير وهو في دار الأيتام من غير أب ولا أم ولا أخوات. الناس كلها بتحتفل بالكريسماس وهما متجمعين مع بعض وهو وحيد، وبيشوف باقي الأطفال بيجيلهم هدايا وهو لأ. من ساعتها وهو لوحده وعمره ما بيفكر إن هو يحتفل بيه. وبعدها بيشوف كل الناس وهي بتغني ومبسوطة، وبعدها بيسيبهم ويمشي وبيفكر ازاي يلغي اليوم ده خالص. ولما بيجي تاني يوم بيصحى الكلب وبيتفاجئ بجرينتش اللي صحي مبسوط وسعيد وبيلعب رياضة وبيغني. وبعدها جرينتش بيشرح للكلب الخطة انه هيعمل نفسه سانتا ويسرق الشجرة. وبنروح لساندي اللي بتاخد كرة البولينج بتاع مامتها وبتحطها في الشنطة وبتطلع بيها بره البيت، تاخد صديقها وبيروحوا يقعدوا في بيت الشجرة بتاعتهم. بعدها صديقها بياكل كل الوافلز اللي موجود، هي بتشرح له ازاي تقابل سانتا. بيقول لها صديقها ان هي تحط عسل فوق البيت بعدها تلزق عليها الغزالة اللي بتسوق عربية سانتا، كده سانتا هيروح لهم البيت ويتقابلوا. بتقول له ساندي انها فكرة صعبة
ان الغزالة كده هتتجمد من التلج. يرجع لجرينش اللي بيقرا كتاب عن الكريسماس عشان يقدر يقلد سانتا، وبينده بالبوق علشان ينادي الغزلان، بس بتجيله معزة صغيرة. المعزة بتفضل ماشية وراه، فهو بيزعق لها علشان تبعد عنه، وبيكمل في طريقه لغاية ما بيتجمد من التلج. بعدها بيلاقي قطيع كبير من الغزلان، بس المعزة بتعمل صوت فكل الغزلان بيخافوا ويجروا. بعدها بيظهر حيوان ضخم جدا، فبيقرر جرينيش ان هو يصطاده، بس مجرد ان هو بيرمي عليه الحبل الحيوان بيجري وبيتسحب معاه. لما بيقاوم جرينيتش بيقع، فالحيوان بيرجع له علشان يطمن عليه، فبيقرر ان هو يستخدمه بدل الغزالة. بنروح لساندي اللي بتتكلم مع اصدقائها وبتقول لهم انها قررت تخطف سانتا علشان تتكلم معاه، لانها عايزاه في امور شخصية جدا. لما اصحابها بيسألوها عن السبب بتقول لهم انهم مش لازم يسألوا في التفاصيل. لما اخيرا جرينيش بيوصل للمدينة بيطلب من الكلب والحيوان الضخم انهم يستنوه ورا البيت. لما هو بيحاول يطلع على السلم بيقع بيه، والكلب بيصحى وبيهوهو عليه، بس في النهاية بينجح ان هو يستخبى وصاحب البيت مش بيشوفه. وقتها بيبص من الشباك وبيشوف اهل المدينة وهم متجمعين ومبسوطين، بس بيكمل لحد ما بيوصل للسطح. وبعدها بيسرق العربية بتاعت سانتا وبيجري بيها وبيروح على بيته، وبيكون مبسوط جدا ان هو بوظ العيد. وبعدها الحيوان الضخم والكلب بيحضنوهم هما نايمين، وتاني يوم بيصحى الحيوان الضخم ويدور على اكل، وبيعمل كمان قهوة لجرينيش اللي بيكون مبسوط بيها. وبعدها جرينيش بيطلب من الكلب ان هو يلبس الطيارة اللي هو عملها له ويطير بيها في المدينة. بيكون حاطط في الطيارة دي كاميرا علشان يقدر يسمع الناس ويشوفهم وهما بيتكلموا عن سرقة العربية. بس ماكس بيقف قدام محل اللحوم وبيفضل ياكل منها. وقتها بتتكسر الطيارة وبيقع على الارض. وبعدها جرينيش بيقرر ان هو يقطع الكهرباء عن كل المدينة علشان ما يقدروش لا يعملوا هدايا ولا بسكوت. وبعدها بيجهز العربية وبيركب ماكس جنبه. الحيوان الضخم بيجور العربية وبيجربوها، وبعدها الحيوان الضخم بيشوف مراته وعياله. بيقرر جرينيتش ان هو يفك ويسيبه معاهم، وبيقول لماكس ان هو رجع وحيد تاني. وقبل الكريسماس بيوم كل اهل المدينة بيكونوا اشتروا الهدايا خلاص. بنروح لجرينيش اللي بيكون بيخيط طقم جديد اللي هو طقم سانتا. بعدها بيشكر ماكس لان هو دايما موجود معاه، وبيلبسه طاقية وبيقولوا ان هو هيكون المرشد بتاعه يوم الكريسماس. نروح لساندي اللي صديقها بيكلمها وبيتمنى لها التوفيق في خطتها. وبعدها والدتها بتدخل عليها وبتسألها عن أمنياتها السنة دي، فساندي بتقول لها انها عندها امنية واحدة بس. مامتها بتقول لها ان اكيد امنيتها كلها هتتحقق لانها بنت جميلة. وبعدها بنشوف ماكس وهو بيحاول يجر العربية بس بيقع في التلج، بس في النهاية بينجح ان هو يجرها لغاية ما بيوصل للمدينة. بيقدروا يطلعوا على سطح البيت ويدخلوا من المدخنة، وساعتها بيسرق كل الهدايا والشجر. بيفضل يلف على كل البيوت لغاية ما بيسرق منهم كل الهدايا لغاية ما بيوصل لبيت ساندي. لما بيدخل بيتها بيلاقي بسكوت على شكل الكريسماس، فلما بيحاول ياخده بيلاقيه فخ من ساندي علشان تخطفه. بعدها بتتأسف له على كل اللي هي عملته وبتجيب له حليب علشان يشربه، وبتقوله انها مش مصدقة ان هو واقف قدامها. بعدها بتسأله هو ليه اخد الشجرة بتاعتهم، فبيقولها ان هو هيصلحها لهم لان النور بتاعها باظ. بتقول له ساندي انها مش عايزه هدايا، انها بس عايزاه يساعدها علشان مامتها، لانها بتبذل مجهود كبير قوي علشانها وعلشان خاطر اخواتها. بتطلب منه ان هو ينضم لكل اهل المدينه وهم بيغنوا. تحضنه في الاخر لما بيسمعها. وبعدها بيطلع لماكس وبيحاول ينسى الكلام اللي ساندي قالتهوله، بس ما بيقدرش وبيفضل متأثر بيه. وتاني يوم الصبح كل اهل المدينة بيعرفوا باللي حصل وبيكونوا متضايقين لان كل الهدايا والشجر اختفى. وساعتها ساندي بتفكر ان هي السبب في كل اللي حصل في المدينة، انها حست انها ضايقت سانتا امبارح. فمامتها بتقول لها ان اي فرحة لازم تكون نابعة من جواهم، مش لازم وجود هدايا ولا اشجار. بعدها جرينيش برضو بيسمع اهل المدينة وهم بيغنوا للكريسماس، وبيشوف ساندي وهي بتغني من قلبها، بيغمض عينه وبيغني معاهم، وساعتها قلبه بيدق جامد. بعدها العربية اللي فيها الهدايا بتقع من فوق الجبل، بيحاول ينقذها.
بعدها بيظهر الحيوان الضخم وبيمسك الحبل هو وماكس وولاده ومراته، بيقدروا فعلا ان هما ينقذوا العربية، وبيقرر جرينيش بعدها ان هو يرجع لهم الهدايا. ولما بيدخل المدينة بيقف قدام كل الناس وبيعتذر لهم لان هو السبب في كل ده. بعد كده بيسيبهم وهو حزين. بعدها جرينيش بينده على ماكس اللي بيكون عامل له القهوة وموصلها له. بعدها بيتفاجئ ماكس ان جرينيش عمل حسابه وعمل له هدية، بيفرح بيها ماكس جدا. بعدها بيسمع صوت الباب، ولما بيطلع يشوف مين بيلاقي ساندي بتعزمهم على العشاء. ولما بيجي الليل ويروح جرينيش قدام بيت ساندي بيتردد ان هو يخبط. وقتها بتفتح مامة ساندي الباب وبترحب بيه، تجري ساندي عليه وبتعرفه على اصدقائها. وبعدها بيساعد جرينيش مامة ساندي في تحضير الاكل، تطلب ساندي منه ان هو يقعد جنبها على السفرة. بيحكي لهم جرينيش هو بيكره ليه اليوم ده، بس النهارده ما بقاش وحيد، خصوصا مع وجودهم وان ساندي غيرت له تفكيره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.